يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هقدم لكم المشبك احلى من اللي بنشتريه من بره ومن المحلات. للناس اللي صايمه هو حاجه صيامي ممكن اكلها في الصيام، وللي حابب يعملها في اي وقت هتبقى سهله جدا، مش هتاخد معاكم اي مجهود خالص. بكوبايه واحده من الدقيق هتعملي كميه زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم بس القرمشه والتماسك زي ما انتم شايفين، احلى من بتاع بره، متفرغه مش مكتومه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفينها اهي. والعسل مش شاربه كل الكميه اللي عندك، مش مسكره خالص. جربوها، ما تنسوش تعملي لايك وسبسكرايب، ويلا بينا على المقادير والطريقه. اول حاجه هبدا احضرها معايا الشربات عشان يلحق يبرد. هحط كوبايه من السكر قصادها كوبايه من الميه. انا هنا عشان عملت كميه كبيره فانا هحط الكميه مضاعفه. انا هحط كوبايتين من السكر معاهم كوبايتين من الميه. انتي لو عامله نص الكميه اعملي نص ما انا بحط بالظبط. تمام. انا دلوقتي حطيت كوبايتين السكر، هحط دلوقتي كوبايتين الميه. انا محتاجه شربات تقيل، مش زي بتاع البسبوسه، لا ده بتاع المشبك بيبقى شربات تقيل وبارد، اهم حاجه بارد علشان ما يبوش معايا. هحط كمان شريحتين من الليمون وعصره من الليمون واحطه على النار. المكونات عندي كوبايتين من الدقيق، دي اللي انا حطاهم. انت لو هتعملي نص المقدار اعملي كوبايه واحده بس، جربي لانك اول مره تستعمليها. كوبايتين الدقيق اللي انا حطاهم عليهم كوبايه نشا، يعني انت لو بتعملي نص المقدار يبقى كوبايه دقيق عليها نص نشا. حطيت عليهم معلقه صغيره من الخميره اللي هي الخميره الفوريه، وحطيت عليهم حوالي ربع معلقه من الملح، مش اكتر من كده. انا كوبايتين الدقيق هحط عليهم كوبايتين ميه. انت لو حاطه نص المقدار برضو هتحطي كوبايه ميه واحده. ايدك كده بالويسك وهتبداي تحطي، وعلى طول بتضربي بايد وبتحطي بالايد التانية شويه بشويه، لان الدقيق بيشرب سوائل اللي عندي غير اللي عندك، يعني كل دقيق مختلف عن التاني. المهم ان انت توصلي للقوام اللي زي ما انت شايفاه. هو طبعا لسه هيختمر معايا، فانا مش محتاجه اكتر من القوام ده عشان لسه هسيبه يختمر حوالي نص ساعه. هغطيه دلوقتي واسيبه يختمر نص ساعه، ما تكتريش عن كده. انا حطيت الخليط عندي في كيس من اكياس اللي هي بتاعه الحلواني استخدام مره واحده. لو مش موجود عندك عادي خالص كيس من اكياس التلاجة. هبدا اقطعه حته صغنونه خالص وهنبدا نشكله على النار على طول. انا دلوقتي هنزل بالخليط زي ما انتم شايفين كده. اعملوا اي اشكال عشوائيه، شايفين في المنظر ده اهي. معانا